فيلمنا بيبدأ مع ناينا وبتكون مصابة بمتلازمة تورة العصبية اللي بتخليها تعمل حركات وتطلع أصوات غريبة غصب عنها. وفي يوم بتكون ناينا رايحة تقدم على وظيفة في مدرسة، وبيبقى حلم حياتها إن هي تشتغل مدرسة وتساعد الأطفال. ولما المدير بيقرأ السيرة الذاتية بتاعتها بينبهر بمستواها التعليمي جدا وبيبقى ناوي يعينها على طول. ولكن بتبدأ ناينا تعمل الحركات الغريبة بسبب المتلازمة، فبيسألها المدير وبيعرف إن هي بتعاني من حالة عصبية، فبيرجع المدير في قراره وبيديها الملف بتاعها تاني وبيقول لها إنهم هيبقوا يتصلوا بيها. ولما بتقوم علشان تمشي بيتكلم معاها مدرس وبيقول لها إنها صعب تلاقي وظيفة في مهنة التدريس بسبب حالتها، وبيقترح عليها إن تشوف مجال تاني تشتغل فيه علشان ما تضيعش وقتها على الفاضي. فبتشكره ناينة على نصيحته وبتقوله إن عندها هدف وإن هي مش هتقدر تتخلى عن هدفها. وبعدها بترجع البيت وبتكون مهتمة جدا إن تتعلم حاجات كتير وتطور من نفسها وبتبقى مركزة دايما على هدفها، وهو إنها تبقى مدرسة. وبتروح كل يوم تعمل مقابلات شغل وبيكون عندها أمل إن في مرة هتتعين رغم إنها اترفضت كتير جدا. وبنرجع فلاش باك وبنشوف ناينا وهي طفلة في المدرسة وبتعاني من كتر تنمر زمايلها عليها في الفصل وبتبقى مش قادرة تتصاحب على حد في المدرسة. وبسبب حالتها بتكون ناينا اتنقلت بين أكتر من 12 مدرسة لحد ما في يوم طلب مدير المدرسة إن يقابل والدتها وبيسلمها ملف بنتها وقال لها إنها المفروض تدخل مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولما بترجع والدتها البيت وبتحكي لجوزها بيقول لها إن المدير معاه حق وبيكون قاسي جدا على بنته، لدرجة إنها في مرة علشان تداري منه الصوت اللي بتعمله غصب عنها كانت بتدخل الحمام وبتحط مناديل كتير في بقها وبتفضل تعيط. ولما بنرجع للوقت الحالي بنشوف ناينا وهي قاعدة بتتغدى وبيتكلم معاها والدها وبيقول لها إن هو جايب لها شغل في بنك ومن الأفضل ليها إن هي توافق عليه لأنه شغل سهل. وبيبقى دايما بيحطم كل أحلامها وبيقول لها إنها مستحيل تبقى مدرسة وأحسن لها تصرف نظر. ولكن ناينا بترفض وبتقوله إن هي حابة تشتغل مدرسة، فبيتريق عليها وبيقول لها إن مفيش مدرسة هترضى تعينها بحالتها دي. فبتتضايق ناينا جدا من كلامه وبتقوم من على الأكل. بس بعد شوية بتلاقي أخوها بيقول لها إن مدير مدرستها القديمة بيتصل بيها، فبترد ناينا بسرعة عليه وبيطلب منها إنها تعمل معاهم مقابلة شغل مرة تانية، وبيقول لها إنها هتنال الوظيفة لأن في مدرس استقال في نص العام الدراسي وده خلى المدرسة تدور على أي حد يشتغل مكانه بأسرع وقت. وبتفرح نانيا جدا لأنها بتلاقي فرصة أخيرا علشان تحقق حلمها. وتاني يوم بتروح نانيا لمكتب المدير وبتتكلم معاه عن المتلازمة بتاعتها، والمدرسين اللي حواليهم بيكونوا مش مبسوطين بيها خصوصا الأستاذ وديع. ولكن المدير بيوافق يعينها وبيبقى شايفها شخص طموح وبيبقى عارف إن هي هتفرق معاهم في المدرسة. وبعدها بيسألها المدير هي ليه حابة تشتغل مدرسة رغم حالتها دي، فبتحكيله إن زمان وهي طفلة في المدرسة كانوا كل الطلاب بيتريقوا عليها وحتى المدرسين بتوعها. وفي مرة كانت بتحضر مسرحية في مدرستها وفضلت تعمل الأصوات الغريبة وكل الناس كانوا بيبصوا عليها ومتضايقين جدا. وبعد المسرحية ما خلصت جه مدرس اسمه علي وطلب منها تطلع على المسرح علشان عايز يتكلم معاها، وفضل يسألها عن حالتها بغرض إنه يعرف كل الطلاب والمدرسين إن ده غصب عنها. ووعدها من النهاردة المدرسة كلها هتتعامل معاها كأنها طفلة عادية زيها زي باقي الأطفال. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبتقوله نانيا إن هي نفسها تكون مدرسة علشان تكون زي أستاذ علي وتعلم الطلاب الروح الحلوة دي. فبيعجب المدير بيها جدا وبعد كده بياخدها في جولة وبيوريها الفصول، وبتبقى المدرسة دي راقية جدا وكل التلاميذ اللي فيها ولاد ناس أغنياء إلا فصل واحد بس اسمه 9F، وده لأن الطلاب اللي فيه من عائلات فقيرة وجم المدرسة دي علشان مدرستهم اتقفلت، فطلعت الحكومة قرار بإنهم يدخلوا المدرسة دي. وبيقول المدير لنانيا إن هي هتبقى مسؤولة عن الفصل ده وبيعرفها إن الطلاب اللي فيه متعبين وأخلاقهم مش كويسة، لكنها بتكون متحمسة للشغل وبتقوله إن هي هتقدر تتعامل معاهم كويس. وبعدها بتسيبه وتروح تزور المسرح اللي كانت بتحكي عنه من شوية. وفجأة بيدخل المكان شوية طلاب مهملين جدا وبيكونوا بيشربوا سجاير وبيلعبوا كوتشينة، فبتعرف هنا إن دول الطلاب اللي كان المدير بيقول عليهم. وبرغم إن أسلوبهم وطريقتهم مش مبشرة بالخير خالص إلا إنها بتبتسم وبتكون متحمسة تبدأ شغلها. ولما بيجي وقت أول حصة ليها في المدرسة بتدخل الفصل وبيجي بعدها الطلاب وما بيكونوش مهتمين بيها خالص، فبتعرفهم بنفسها وبيضحك عليها الطلاب بسبب الأصوات اللي بتعملها. فهي بتحكي لهم عن متلازمة تورت وبتعرفهم إنها حاجة غصب عنها، وهنا الطلاب بيتأثروا وبيقعدوا ساكتين لحد ما بتيجي تقعد على الكرسي لكنه بيتكسر بيها وبتقع على الأرض، فبيضحكوا عليها تاني. وبعد كده بنشوف طالب متفوق اسمه أكشاي وبيكون بيتخانق مع أتش اللي من فصل 9F، وده لأن أتش هو وأصحابه قطعوله الكرة بتاعته. فبيجي المدرس اللي اسمه وديع وبياخد أتش لمكتب المدير علشان يتعاقب. وبعد كده بنشوف نانيا وهي بتحاول تخليهم يركزوا معاها
لكنهم ما بيهتموش خالص بكلامها، وبيفضلوا يلعبوا ويهزروا وكمان بيعملوا مقالب فيها، لدرجة إنهم علقوا صورها في الشارع وكتبوا تحتها رقمها علشان الناس تكلمها على إنها فتاة ليل. لحد ما في مرة جابوا صندوق وحطوا فيه كور صغيرة ملونة، ولما بتقرب نانيا منه علشان تشوف فيه إيه بينفجر الصندوق وبيكسر إزاز شباك الفصل. فبيعرف المدير باللي حصل واستدعى طلاب الفصل كله لمكتبه علشان يعاقبهم، وكانوا على وشك إن ينفصلوا كلهم من المدرسة. لكن هنا ناينة بتتدخل علشان تدافع عنهم، وقالت للمدير إن الانفجار ده هي السبب فيه لما كانت بتعمل لهم تجربة عملية. ولكن وديع بيقول إن الطلاب دول مفيش أمل منهم وما ينفعش يكونوا موجودين في المدرسة دي، لكن نانيا بتقول لهم يدوها فرصة أخيرة وإن هي هتقدر تثبت كفاءتهم وتغيرهم. فبيقول لها المدير إن معاها فرصة لمدة 4 شهور، فبتوافق نانيا. ولما بترجع الفصل بيكونوا الطلاب قاعدين باحترام جدا وبيكونوا مقدرين اللي هي عملته علشانهم، وبيبقوا مستغربين طريقتها لأن مفيش ولا مدرس قبلها عاملهم بنص الاحترام اللي هي بتقدمه لهم. وبتتكلم نانيا معاهم وبتقول لهم إنهم يتقابلوا تاني بكرة، ولو جات الفصل ولقيتهم مش موجودين فهتقدم استقالتها للمدير وهتسيبهم يقرروا براحتهم. ولما بيجي تاني يوم بتوصل نانيا للفصل وبتلاقيه فاضي، فبتفقد الأمل وبتحس إن هي كانت بتضيع وقت. وفي نفس الوقت ده بيكون فصل وديع فعال جدا والطلاب كلهم حاضرين ومركزين. ولكن فجأة نانيا بتلاقي إن الطلاب كلهم جم مع بعض وبتبقى مبسوطة لأن هي هتبتدي الطريق معاهم. ومن اليوم ده بيتعاهدوا إن يغيروا طريقة تعاملهم معاها وبيبدأوا يحبوها ويتعلقوا بيها، وبتبقى بتجرب معاهم طرق مختلفة علشان تخليهم يركزوا بيها في الدروس. وخدت الطلاب لحوش المدرسة علشان تشرح لهم درس الفيزياء بطريقة ممتعة، وبيبقى وديع طول الوقت بيراقبها ومش عاجبه اللي بتعمله ومستنيها تغلط لأنه بيبقى بيكره الطلاب الفقيرة. وبعد كده بيجي يوم اجتماع أولياء الأمور، وبتكون نانيا قاعدة مستنية علشان تتكلم مع عائلات طلابها، ولكن بيعدي وقت ومفيش حد جالها، وبيبقى بسبب إنهم من الطبقة الفقيرة ومشغولين طول الوقت علشان يوفروا لأبنائهم المصاريف، وما بيقدروش يتابعوا أولادهم بسبب انشغالهم. فبتجيلها فكرة عبقرية وبتروح هي بنفسها لبيوت طلابها علشان تتكلم مع أولياء الأمور. ولما بتوصل هناك بتتصدم من المناطق العشوائية اللي عايشين فيها، وبيبقى في طلاب حتى ما عندهمش مية في بيوتهم يشربوها وبيقفوا في طوابير بالساعات علشان يجيبوا مية صالحة للشرب، وبتكون متضايقة من أسلوب حياتهم اللي بيأثر على دراستهم. وتاني يوم بتجمع الطلاب وبتطلب منهم يكتبوا قايمة بالحاجات اللي بيخافوا منها، ولما بيخلصوا كتابة بتطلب منهم ينسوا كل مخاوفهم وبتخليهم يجمعوا الورق اللي مكتوب عليه، وبيعملوها طيارات ورقية وبيرموها من على سطح المدرسة. وبيشوف وديع ورقة على الأرض وبيتريق على اللي مكتوب فيها، وبتبقى بتدرس لهم بطريقة مختلفة بتخليهم مستمتعين باللي بيدرسوه. وبيشوفهم الطلاب الأغنياء وبيبقوا حاقدين عليهم جدا بسبب الطريقة الممتعة اللي بيدرسوا بيها، وإنهم محظوظين بوجود نانيا معاهم وبطريقة تدريسها ليهم. وبيبقى بيجهز وديع مع طلابه تصميم لمشروع هيتم تقديمه في مسابقة على مستوى المدارس. وفي يوم بيكون آتش ماشي مع أصحابه في المدرسة وبيقابل بنت في فصل المدرس وديع، وبيبان عليه إنه معجب بيها وهي كمان بتكون حابة تتعرف عليه، وبتعرض عليه هو وأصحابه يروحوا معاها للمعمل بتاعهم علشان يشوفوا المشروع الجديد اللي شغالة عليه مع زمايلها. ولما بيروحوا معاها بتشرح لهم المشروع بتاعها، بس في الوقت ده بيبقى مستوى طلاب 9 بقى متقدم جدا من الناحية العلمية عن باقي الفصول، لدرجة إن في بنت منهم بتقول إنهم عاملين حاجة غلط في المشروع، وكمان بتشرح لهم إزاي يحلوا المشكلة دي وبيساعدوهم في المشروع بتاعهم وبيكونوا طيبين جدا معاهم. بس فجأة بيجي وديع ولما بيشوفهم بيلمسوا المشروع بتاعه بيقول لأتش إنه آخره يبقى ميكانيكي، فبيمشي الطلاب وبيكونوا متضايقين جدا وحاسين إنهم أقل من باقي التلاميذ. وتاني يوم في المكتبة بيكون أتش مع أصحابه وبيلاقوا أكشاي موجود هناك، فبيفضل يستفزه لحد ما بيتعصب أكشاي وبيروح يتخانق معاه تاني. بس بتتدخل نانيا بينهم وبتقول لأتش يرجع للفصل بتاعه، بس هو بيتعصب عليها وبيغلط فيها وبيتريق على حالتها لدرجة إن هي بتبقى هتضربه بالقلم، لكن بتمنع نفسها عنه في آخر لحظة وبتمشي وهي حزينة جدا. وتاني يوم جمع وديع المدرسين والمدير علشان يوريهم المشروع اللي هيقدمه للمسابقة، وبيكون أكشاي هو المسؤول عن تقديم المشروع ليهم، وبيبقوا منبهرين جدا بيه وشايفينه مشروع ناجح. ولكن فجأة بيحصل عطل فيه وبينفجر قدامهم وما بيبقوش عارفين السبب لحد ما بيلاقي وديع حاجة موجودة في المشروع وهي اللي اتسببت في كل ده، وبيعرف إن أتش هو اللي عمل كده وبيروح لفصل 9 علشان يواجه أتش. لكن بيدافع باقي الطلاب عنه وبيقولوا إنهم ساعدوه في اللي بيعمله برغم من إنهم معملوش حاجة. فبيجتمع المدير مع نانيا ووديع في مكتبه، وبيكونوا الطلاب واقفين بره قدام المكتب وخايفين وعارفين إنهم هيتفصلوا من المدرسة خلاص.
وبتبقى نانيا بتتحايل على المدير يسيبهم يمتحنوا بس وبعدها يقرر، لأن مستقبلهم كله متوقف على دراستهم. فبيوافق المدير على كلامها بس بشرط، وهو إنهم يتمنعوا من دخول المدرسة لحد ميعاد الامتحانات ويبقى يذاكروا من البيت. وبينفعل الطلاب كلهم على أتشو لأن هو السبب في كل اللي حصل، وإنه خان ثقة نانيا وحطها في موقف محرج. وبالليل بيجتمع الطلاب في مكان قريب من النهر وبيتعهدوا إنهم مش هيخذلوا نانيا تاني، وإنهم هيذاكروا ويبذلوا أقصى طاقتهم علشان يتفوقوا في الامتحانات. وتاني يوم بيروحوا لنانيا وبيعتذروا لها على اللي حصل، وبيطلبوا منها ترجع تذاكر لهم، وبتسامحهم وبيحضنوها. وبيشوفهم ساشن اللي لأول مرة بيكون فخور ببنته، وبيبدأ يحترمها وبيستوعب إنه كان دايما يقلل منها بدون داعي. ومن اليوم ده بتفضل تقابلهم في أماكن برا المدرسة وبتبدأ تذاكر لهم وتشجعهم جدا. وقبل الامتحان بيوم بيكون آتش قاعد مع صاحبه في المحل اللي بيشتغل فيه، وبيبقوا بيذاكروا مع بعض. وفجأة بيجي البواب بتاع مدرستهم وبيطلب منهم يصلحوا العجلة بتاعته. وبيتفاجئ آتش لما بيعرض عليه البواب ورقة الامتحان، وبيقوله إن هو قدر يسرب له الامتحان من غير ما يقول لحد. فبياخدها آتش منه وبيروح لأصحابه وبيكونوا قاعدين يذاكروا، فبيقول لهم إن خلاص مش محتاجين يذاكروا وبيوريها لهم. لكنهم بيتضايقوا منه وبيقولوا له إنهم مش عاوزين يغشوا علشان ما يخونوش ثقة نانيا. وتاني يوم بيروحوا الطلاب المدرسة علشان يحضروا الامتحان، وبيكتشف آتش إن الامتحان متغير عن الورقة اللي خدها من البواب، وبيفضلوا كلهم يحلوا على قد ما يقدروا. وبتطلع النتيجة وكلهم بينجحوا في الامتحان، لأ وكمان في واحدة منهم بتطلع من الأوائل. بس بيحقق وديع في الموضوع وبيقول إن أسئلة الامتحان اتسربت، وده اللي خلى طلابها ينجحوا، وبيتهمهم كلهم بالغش. وكمان بيعترف البواب قدام المدير إنه باع ورق أسئلة الامتحان ليهم، فالمدير ما بيقدرش يتغاضى عن أفعال طلاب الفصل ده أكتر من كده، وبيقرر يفصلهم تاني يوم خلال الاجتماع مع المدرسين. بس بيقابل الطلاب نانيا وبيقولوا لها إنهم نجحوا بمجهودهم ومغشوش حاجة، وبتصدقهم لكنها بتكون حزينة جدا لأن مفيش طريقة تثبت بيها براءتهم قدام المدير. بعدها بيبقى أكشاي بيتكلم مع وديع وبيقوله إن هو اللي بعت البواب ورقة الأسئلة المزيفة، وإنه عمل كده علشان يخلي وديع فخور بيه. ولكن هنا ضمير وديع بيصحى وبيحس بخيبة أمل. وتاني يوم خلال الاجتماع بيبقى طلاب فصل 9F واقفين زعلانين وبيعيطوا ومستنيين الفصل من المدرسة، ولكن بتحصل حاجة غير متوقعة. وبيعتذر وديع عن إنه ما كانش بيؤمن بقدرات فصل 9F، وبيقول إن هو اللي بعت البواب ورقة الأسئلة المزيفة، وبيلفق التهمة لنفسه بدل أكشاي لأنه خايف على مستقبله. وفي النهاية بيتم تكريم طلاب فصل 9F على المسرح وكل الموجودين بيسقفوا لهم، وكمان بيتم ترشيح 2 منهم في مجلس اتحاد الطلبة. وبعدها بتشارك المدرسة في مسابقة العلوم على مستوى البلد وبتفوز بالمركز الأول من خلال فصل 9F. وبيعدي 25 سنة وبنشوف نانيا بقت مديرة للمدرسة، وبيبقى ده آخر يوم ليها قبل التقاعد. وبتبقى محبوبة جدا لدرجة إنها لما بتخرج من مكتبها بيسقف لها كل الطلاب والمدرسين وهم بيودعوها. وكمان بتتفاجئ لما بتشوف طلاب فصل 9F لما كبروا وبقوا ناس محترمين في المجتمع وليهم شأن، وبتبقى فخورة جدا بيهم وبيسلموا عليها وبيحضنوها. وبس كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.